السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة يا ربي. في هذا الفيديو ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير بوشنيخه اللي كتجي زوينه بزاف، هشيشه ومعلكه في نفس الوقت وكتكون شاربه العسل. ان شاء الله نتمنى من هذا الفيديو يعجبكم وتشاركوه مع الاهل والاصدقاء. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وكومونتير واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ديالي. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا اول حاجه، هنا عندنا كيلو وربع ديال الدقيق يكون نوعيه جيده، عندنا رابعه ديال الزبده تكون مذوبه مسبقا، وعندنا نص لتر ديال الحليب نديرها فيه هنايا شويه ديال الزعفران، وكذلك واحد شويه ديال روح الزهر. عندي معلقه كبيره ديال النافع يكون منقي مطحون، وعندي فانيا، ساشي ديال فاني وساشي ديال الخماره وبيضه. غادي نبداو على بركه الله. هنايا غادي ناخذ دقيق، زدت عليه واحد رشيشه ديال الملحه، درت عليه الخماره والفاني، غادي نضيف النافع، وغادي نخلط النواشف ديالي كامله بهذه الطريقه حتى ينسجموا ليا مزيان. كنعتذر على صوتي، ضربني شويه البرد وقلت ضروري نشارك معكم هذا الفيديو باش هكا البنات اللي يطلبوه مني في الانستغرام يستافدوا منه. صافي غادي ندير الزبده، وكما شفتوا معايا راه ضروري ما تكون دافيه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما تكورش لكم الدقيق، سواء في بوشنيخه ولا في الشباكيه. ضروري الزبده كنديروها تكون دافيه، يعني ما تكونش سخونه بزاف. كنحاولوا ندخلوا هذيك الزبده ديالنا كلها في هذاك الدقيق حتى يترمل لينا كامل، واللي بحال ما هكايا، يعني كتجمعوا ما بين يديكم كيتجمع ليكم. صافي هنا غادي نبداو نضيفوا السوائل. غادي نضيف البيضه، ومن بعد غادي نضيف الحليب اللي كنت لكم مخلطاه مع روح ديال المزهر وواحد شويه ديال الزعفران، اولا تقدروا ديروا الدويمه ديال الزعفران. وغادي نبداو نجمعوا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، نبقاو نضيفوا في داك الحليب وبشويه بشويه وحنا كنجمعوا. يعني انا هنا ما غاديش نضيف الحليب كامل، غادي يبقى ليا منه واحد شويه. يعني عينكم ميزانكم على حساب الدقيق كل وحده والدقيق اللي كتستعمل. كنستمروا هكا البنات حتى كنكملوا العجين ديالنا. وانا شفتوا معايا راه غادي تبقى ليا واحد الكميه ديال الحليب، يعني راه ما دخلتوش كامل في هاد الدقيق، يعني على حساب كل وحده والدقيق اللي كتستعمل. كما قلت لكم مسبقا، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي شويه شويه. صافي هذه هي الكميه اللي بقات ليا من نصف لتر ديال الحليب. من بعد ما كملنا العجين كما قلت لكم ضروري تكون العجين قاصحه شويه متماسكه بحال العجين ديال الشباكيه. كنقطعوها هكا على 8 ديال القطع، كنحربلوها حريبلات، وكنطلقوها بالمدلك بحال كما كنورقوا العجين ديال الشباكيه تماما. صافي كنسرحوا التسريحه الاولى نجمعوها على بعضياتها، ونعاود ثاني نسرحوا التسريحه الثانيه بحال كنديروا العجين المورق. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. العجينه البنات قداش ما كانت شاده في راسها ما كتمحنكمش في الخدمه ديالها، سورتو بوشنيخه. يعني الا الا درتوها رطبه وجيتو تخرجوها من الماكينه، غادي يبقاو دوك الخيوط يتلاصقوا لكم. يعني ضروري هنا تكون العجين يكون قاصح شويه باش يخرج لكم دوك الخيوط مفرقين على بعضياتهم. صافي كما قلت لكم غادي نستمروا بهذه الكيفيه هذه حتى غنكملوا القطع كامله اللي عندنا، وغادي نديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها على جانب هكا حتى ترتاح واحد شويه، واحد ساعه المكانه اولا نص ساعه المكانه بين ما كملنا. كما كنقول لكم الروينه ديال هذا الشيء. صافي ونرجعوا ليها. صافي من بعد ما ارتاحت ليا العجين غادي نطلق هذاك الطريف الاولاني، غادي نطلقوه هكا بالطول، وديما بالاستعانه بدي بشويه ديال الدقيق باش العجين ما ترخفش لينا وتبقى ديما هكا ناشفه، ما تجيناش ما تطلقش داك الزيت ديالها. صافي غادي نسرحوا الطريف ديالنا بحال هكايا، وغادي نطلقوه في الوراقه ديال الشباكيه. غادي نطلقوه هكا في النمره، انا طلقته في النمره 4. من بعد غادي نطلقوه في النمره 3، وديما كنرش الدقيق. يعني ضروري خاص العجين تبقى ناشفه. هذه من بين الاسرار اللي كتخلي البوشنيخه ما تجيش هكاك دوك الخطوطه ديالها كيجيو مفرقين وزوينين. صافي من بعد ما كنسرحوها هكا التسريحه الثانيه بهذا الشكل هذا، صافي كنحطوها على جانب. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا كله. هكا كتربحوا الوقت وكتجيكم الخدمه منظمه، وكيبقى داكشي كلشي متول ونقي. صافي من بعد ما كملنا وحده على وحده وحده على وحده، كنقلبوا الاولانيه اللي كانت في الاول كتولي هي الاخرانيه. وصافي وكنرشوا عاوتاني بالدقيق، وكنبداو نخدموا بهذه الجهه هذه اللي كتخرج لنا هذوك الخيوط رقاق. صافي من بعد ما رشينا الطرف الاولاني بالدقيق، كنحاولوا نخرجوه من هاد الجهه هذه اللي كتخرج لنا دوك الخيوطه. وصافي وكنبداو نجمعوا
على حسب الطول اللي بغيتو ديال البوشنيخه. يعني قداش ما كان الطول ديالها هي كان متوسط، يعني كيجيو دوك الخيوطه باينين فيها زوينين. يعني حاولوا ما ديروش صغيره بزاف وما تكونش عاوتاني كبيره بزاف، بين وبين. كنقرصو مزيان باش هكا في القليان ما تحلش لينا. شفتوا معايا انا راه هذيك الورقه كامله درتها في الخيوطه، يعني ماشي قسمتها ولا شي حاجه، باش هذوك الخيوطه يكونوا كتار وكتجي بوشنيخه كتجي زعما عاطيه العين. صافي من بعد ما قرصنا هذوك البوشنيخه ديالنا، صافي كنحاولوا هكا نفخفخوها بهذه الطريقه هذه، وكنديروا لها واحد نص لويه وكنحطوها. يعني هاد نص لويه هي اللي كتخليها تجي هكاك عامره. يعني ملي كتقليوها ما كت ماشي دوك الجناب ديالها كيسخفوا، يعني كتبقى هكا شاده في راسها. يعني ضروري كتلويوها، ولا كان شي خويط هكا خارج كتحاولوا تحيدوه باش ما يتحرقش لكم في الزيت. صافي كطيب واحد اللويه خفيفه كتقرصوها من الجنيبات صافي وتحطوها. وبالنسبه بالنسبه للحلوه ديال بوشنيخه البنات، راه ما كتبغيش تشمع بزاف. يعني اون فوا كنساليو الخدمه ديالنا كنبداو نقليو. يعني ماشي ضروري تخليوها تبات ليله كامله ولا شي حاجه. انا اون فوا كنكمل مثلا هاد العجينه، اون فوا كنكمل الخدمه ديالها صافي كنشعل على الزيت ديالي وكنبدا نقلي فيها. كيفاش شفتوا معايا الطريقه ديالها راه ساهله بزاف وصافي. وكنبقاو مستمرين بهاد الطريقه هذه حتى كنكملوا الحبات ديالنا كاملين. صافي البنات، هنا انا كملت الكميه اللي عندي ديال البوشنيخه كامله، حطيتها في واحد لاطا حتى كملت الخدمه ديالي. وسخنت الزيت مزيان، ضروري ما تسخنوا الزيت مزيان. وتبداو تحطوا في الحبات ديال البوشنيخه وصافي وتخليهم يتقلاو عادي. راه كتجي ناجحه 100%، ما كتحل الحمد لله في الزيت ما حتى شي حاجه. لكن اكد لكم ضروري هذوك الجنيبات قرصوهم مزيان باش هكا ما تحل لكم ما والو. وصافي كما شفتوا معايا راه كتجي اون فوا كتبدا هي طيب صافي كتطلع الفوق. وكنبدا انا هكا نحرك فيها بالعويد باش تاخذ لون موحد، ما تجيش وحده محمره شويه وحده هكا. يعني كتبقاو تحركوا فيها حتى كتاخذ هذاك اللوين مذهب. وما تعطيوهاش العافيه بزاف حيت مازال تابعها غتاخذ اللون في العسل. كنعتذر بزاف على صوتي، ولكن قلت ضروري خصني نحط لكم الفيديو حيت بزاف البنات طالبيني في الانستغرام. كنت نحطوا لهم هنا يبقاو باش اللي بغات هكا الفيديو تلقاه واجد ان شاء الله. صافي من بعد ما كنكملوا البوشنيخه في العسل في القليان، اعتذر. صافي كنحطوها في العسل ضروري ما نكونوا مسخنينه من قبل. راك شفتوا معايا العسل خفيف، هو في الاصل راه ثقيل. العسل ديال المعسلات كما قلت لكم راه كيكون ثقيل، ولكن قبل ما نطفي فيه بوشنيخه كنسخنو مزيان وكنهبط فيه بوشنيخه كنخليها فيه. يعني كنخليها فيه واحد ساعه المكانه ولا ساعتين. كنكون دايره جوج ديال الاواني ديال الخدمه، يعني هذا وواحد اخر حتى كنكمل الخدمه كامله. ها هو كيما شفتوا معايا هنا راه شربات هذاك العسل تقال فيها وشربت العسل مزيان. عاد كنبدا نصفيها. صافي كنصفيها وكنخليها هكا على جانب حتى كنعبرها في لي باغكيت. وتيكون هذا هو الشكل ديال البوشنيخه ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا. درت لها واحد شويه ديال الزنجلان من الفوق، تقدروا تفينيو باللوز ولا ترشوا عليها زنجلان هكا من الفوق. كتجي الصراحه زوينه وهشيشه ومعلكه كتذوب في الفم. غادي نحل معكم هنا واحد الوحيده تشوفها كيفاش كتجي. صراحه كتجي شاربه العسل، كتجي معلكه وهشيشه. نتمنى من الله تجربوها وتشاركوا معي التطبيقات ديالكم علاش لا. واللي عنده شي استفسار او شي سؤال يخليه لي في التعاليق. وما تنسونيش من لايك للتشجيع. ومرحبا بكم دائما على قناتي وقناتكم وفاء الناجي. دمتم في رعايه الله. خليتكم على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.